احنا اليوم لما نجي نتكلم مع الرئيس في الايام الماضيه، منتخب البحرين فاز على دولة الكويت، منتخب دولة الكويت في البصرة. مع الأسف الشديد يعني بدل ما تصرح طيران الخليج إن هي بتفتح خط على الأقل مباشر إلى البصرة أو إلى النجف لأنها قريبة، تقوم تخفض بنسبة 25% تخفيض إلى بعض الدول، وخلنا نسميها بمسمياتها وهي الكيان الصهيوني 25%، وما حد يروح على الطيران. يعني انت لما جيت تتكلم تقول طيران الخليج يسير رحلات الى الكيان الصهيوني من غير مردود من غير ركاب، فانا بعرف ليش التعمد من طيران الخليج او اداره طيران الخليج بفتح هذا الخط اللي احنا نعتبره كشعب البحرين بكل طوائفه انه هو من الخطوط الخاسرة، لأن ما أظن أن في واحد من شعب البحرين يسافر إلى الكيان الغاصب وهو كيان مجرم. احنا من هذا المقترح معالي الرئيس، احنا من خلال هذا المقترح احنا نطالب بإعادة جدولة خطوط مربحة إلى طيران الخليج على أساس شعب البحرين يستفيد وتتسهل له العملية، وكذلك اقتصاديا على المستوى الاقتصادي هم تستفيد طيران الخليج. شكرا معالي الرئيس. تشطب هذا الكلمة مضبطة. أحمد قراطة، أنت موافق ولا معارض؟ لا أنا اللي قلت قبل. لا أنا اللي قلت قبل. معالي الرئيس، أنا سمعت المستشار اللي ما يمثل شعب البحرين يأشر لك ويقول لك احذف الكلمة. لا أنا اللي قلت هذا قبل. المستشار لا يمثل شعب البحرين معالي أنا الرئيس. قلت قبل لك وهو أساسا مو بحريني. لا واحنا هنا عجزنا نتكلم بحرنا معالي الرئيس. ومستشارينا ما هم بحرينيين. لا نطلع عن الموضوع. معلش بس احنا غير مقبول من مستشار أجنبي. أنا اللي قلت قبل مو مستشار. أنت يأشر على رئيس مجلسنا. أنت ما كنت منتبه. أنا كنت منتبهة وشفته يأشر على الأمين العام ويأشر لك يقول لك تشتغل. أنا اللي قلت قبل. غير مقبول. هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب. أتمنى تثبيته بمضبطة الجلسة. شكرا.